تمام. هو بس الفيديو كان قطع مني. مواصفات الطرف، مواصفات الشخص الظالم ايه؟ تمام. مواصفات الشخص الظالم ايه؟ انا اسفة، بنكمل المجموعة لان اتقطعت مني عشان الاذان. مواصفات الشخص الظالم: الشخص ده لو لو امرأة فهي قصيرة خمرية، والبعض ممكن تكون سمرة وشعرها اسود مثلا، وفي شعر ابيض في شعرها، ممكن تكون بتصبغه اسود يعني. ومش معنى اني قلت في شعر ابيض في شعرها ده معناها يعني انها ست كبيرة، لان في بنات وعندهم شعر اسود، شعر ابيض عادي جدا، بيبقوا بنات. الامرأة دي فيها علامة مميزة في جسمها، ممكن في وشها او ايديها، ممكن تكون حسنة او شامة في وشها او في ايديها. كبيرة شوية وعينيها مميزة، او نظرة عينيها حادة. ممكن تكون صاحبة نبرة صوت مميز، مثلا لو سمعت صوتها فين تعرف ان هي دي. لو هو راجل فهو طويل واسمر وشعره ممكن بني، وفي شيب يعني شعره فيه ابيض، وعينه عسلي او بني غامق. وممكن لبسه مش مناسب لسنه، يعني بيلبس لبس اكتر شبابية. فاهميني؟ ممكن يكون بيلبس لبس اكتر شبابية. الكرمة. كرمة الظالم ايه؟ ايه هي الكرمة وتفاصيلها ايه؟ تفاصيل الكرمة. تمام. طيب، الكرمة بتاعت الاشخاص الظالمين، انا شايفة فقدان لشخص عزيز، شخص عزيز قوي على قلبهم، وفي حاجات كتير بتتغير في حياتهم، واعتقد عندهم تغيير من حال لحال، وممكن ينقلب الساحر على الساحر ويدوقوا من نفس الكاس اللي انت شربت منه. وما ربك بظلام للعبيد يعني. وشايفة كمان انهم والله شايفة كمان ان هم ممكن لو بيتعاملوا مع ساحر، شايفة عندهم استغلال من الساحر، يعني هيطلب منهم فلوس وهم مش هيقدروا يعني يدوله، فهيروح يقلب عليهم السحر. شايفة مرض وتعب للبعض منهم، او تعب لحد من اولادهم. شايفة انهم هيتعرضوا لمكيدة او لظلم شديد. وشايفة مفيش استقرار في حياتهم يعني، وممكن يكونوا عايشين يعني في حالة من الاكتئاب. وشايفة البعض منهم في شيء منتظرينه ومش عارفين يوصلوا ليه. الأشخاص دي عايشين في حالة من الصراع، وحاسين دايما بالضياع، وحاسين ان في حاجة ناقصاهم. الأشخاص دي مش راضية بعيشتها خالص مهما حصل، هم مش راضيين بحياتهم خالص، شايفين ان في حاجات كتير جدا ناقصاهم، وان هم يعني عندهم غمامة كبيرة على عينيهم. الأشخاص دي هتتعرض للاستغلال قوي جدا من الساحر. الساحر هيقلب عليهم الدنيا، ومش بعيد ان أمرهم ينكشف، لأن ممكن الساحر يكشف أمرهم للأشخاص اللي سحروهم. دي كانت قراءتي للمجموعة التانية. أسفة على الانقطاع اللي حصل ده، بس أنا وقفت عشان الأذان، معرفتش أرجع تاني، فسامحوني. وشكرا لكم، واتمنى منكم اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان كل ما انزل حاجة تشوفوها. شكرا.